واولا وقبل كل شيء كنشكر القناه الجناح سبورت اللي دائما كتوصل الشعب المغربي يعني الواقع الكروي. بالنسبه للسؤال ديالك، السؤال ديالك للصديق، ما نقولش الصديق ولا الاخ ديالي بدر بانون. بدر بانون ربما اللي خصو يعرف بزاف ديال الناس ان بدر بانون ربما داز بواحد الفتره ما نقولوش صعيبه، وانما فتره يعني يقدر اي انسان يقدر يمشي للكارير ديالو، ولكن بدر بانون حسب التصريح اللي قال البارح هو انا كنت نعرف من شحال هذه ان بدر بانون يعني كان الله يحفظه، كان قدر الله ما شاء انه كان يقدر كاع كما يقولوا يتوفق، لحقاش الضربات ديال القلب اللي كان عنده، المشكل ديال القلب كان صعيب سيرتو لاعب كره القدم، ولكن الحمد لله ربي ما خيبوش حكم النيه ديالو، انسان طيب ربي سبحانه وتعالى جازاه، والحمد لله ولله الحمد. ها هو الباعث دخل الانجاز يعني التاريخي ديال كره القدم. ومن هذا المنبر هذا كنشكر والد الركراكي صراحه اللي عطاه واحد الثقه، يعني ماشي اي مدرب غيعطي لبدر بانون بهذه الثقه هذه. ربما بدر بانون 4 شهور هذه كان غادي ممكن ان الكره ديالو تنتهي نهائيا، ولكن والد الركراكي صراحه تكلم معاه قبل المونديال يعني على اساس هذا الموضوع هذا، والحمد لله ولا الحمد الشيء كما الشيء. والد الركراكي رجع ليه الفضل الحمد لله الكبير، وبدر بانون كما الشيء راه الحمد لله في هذا المونديال قدم 3 المقابلات يعني في المستوى، وجميع المغاربه الحمد لله راضين عليه. صراحه احساس ما ندويش غير انا، ربما 40 مليون مغربي كما كان رجاء ولا ودادي، يعني غيكون واحد الاحساس يعني احساس يعني حزين. يعني خوك ملي كتشوف لاعب كما نقولوا شكون لاعب خونا وحبيبنا بدر بانون بهذاك التصريح يعني حسينا به، وماشي غير المغاربه يعني الدول العربيه. ولكن كما قلت لك كما قال والد الركراكي الحمد لله دائما الانسان تكون فيه النيه، يكون مخلق، يكون عارف بينه وبين الله، داروا ربي سبحانه وتعالى مجازات. بدر بانون الحمد لله من نهايه المسير ديالو ها هو اليوم ان شاء الله كيقدم واحد كاس العالم اللي صراحه ما نقولش تبقى في التاريخ، وانما الانجاز هذا صراحه غيبقى في العالم، يعني غيبقاو يتفكروه يعني جميع الاجيال يعني الصغيره والكبيره. والحمد لله على كل حال، وديما مغرب والله الوطن الملك من الاخر. بدر بانون كيمتاز بالاخلاق اولا، وبدر بانون واحد الانسان كيعاون الناس، هذا الشيء اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس، كيعاون الناس، انسان يعني مؤدب مخلق متواضع، هذا هو سر النجاح ديالو الحمد لله. لا شيء ان الجمهور ديال الوداد الغارم كما كنقولوا حنا الرجاويين، ولكن الحمد لله ولله الحمد كيشجعوا بانون لحقاش حسوا به وعرفوا انه راه ولد الناس ولد العائله، ويعني هو مغربي، والشعار ديالنا شوف كما قلت لك دائما الله الوطن الملك. بدر بانون الرساله اللي غنمرر ليه هو ان انا عارف ثقه اخويا بدر بانون، عندك ثقه شخصيه قويه، زيد الثقه في راسك، وان شاء الله الرحمن الرحيم واحد العام ان شاء الله في قطر القطري حتى هي اللي صراحه يعني نادي اللي عطاك واحد يعني عطاك واحد الباب اللي ربما حتى هو كان من الاسباب اللي مشيتي للمونديال. كنتمنى ان العام الجاي ان شاء الله علاش لا بدر بانون نشوفوه ان شاء الله في الدوري الفرنسي ولا الدوري الانجليزي ولا الايطالي علاش لا. ربما بدر بانون بزاف ديال الناس اللي ما عرفوش انه كان جا واحد عرض رسمي من نادي موناكو، ولكن كانت ازمه ديال الرجاء البيضاوي. هذاك الشيء علاش يعني كيقول كما كيقول هو الام ديالي ما نقدرش يعني نتخلى عليها في الاوقات الصعبه. والحمد لله بدر بانون يعني كما كنقولوا الرجل المثالي، كما كنقولوا اللاعب المثالي في المغرب، بدا من الفقر من الاحياء الشعبيه والحمد لله وصل، ولكن بالخدمه وبالجديه، واللي غنقولوا ساعدوه اللي ساعد بدر بانون اكثر يعني هي الحياه الزوجيه، ربما هي اللي دخلته يعني كما كنقولوا سوق راسو يعني صغير الحمد لله، ولكن ربي كما قلت لك الحمد لله ما خسروش. وصراحه اللحظه ديال بدر بانون يعني لحظه حزينه جدا، ربما اكثر من اللحظه اللي انتقينا فيها في كاس العالم. ملي كتشوف يعني لاعب مغربي في هذا لاج هذا كيقول كيصرح بالفم ديالو انه كان النهايه ديال المسيره ديالو كانت غتمشي، ولكن الحمد لله كما كنقول والد الركراكي كان راجل معاه، وكان من الاسباب ديالو هو ولا نادي القطر القطري. من هذا المنبر هذا كنبغي نقول البدر بانون الله يسهل عليك والله يوفقك. انا عارف عندك شخصيه قويه، وكنتمنى انك انك تزيد شخصيه قويه ان شاء الله، والحمد لله راك ربحتي يعني ما نقولوش المغرب وانما الدول العرب كامل ربحتيهم الحمد لله، كلشي تعاطى معاك لحقاش انت انسان كما كنقولوا مربي مخلق، وبالتالي انت انسان رجولي. ملي كتشوف الغارم نادي الوداد البيضاوي يعني بالمكونات ديالو ولا اللاعبين ديالو الجمهور ديالو كيتعاطى معاه، هذا ما يدل انه انسان الله يعمرها دارو خالو، والله يسهل عليه. وصراحه نطيع عليا الضيم حتى انا جاتني البكي، الله يسهل عليه. انت من احد المقربين ديال بدر بانون على حسب القول ديالك، صحيح. شنو الشعور ديالك في هذيك اللحظات؟ كيبكي شنو قدم لك؟ قربنا شويه. واولا قبل كل شيء يعني ما تنسوش باش يوصلكم ديما جديد فيديوهات جناح تيفي، تابوناو معنا في قناه يوتيوب وفعلوا الجرس.